سبحان الله، أكلة بالليل دي دايما بيبقى ليها طعم تاني خالص، مش عارفة ليه. وخصوصا لو كانت بتتعمل في 10 دقايق، ويا سلام بقى لو في حلة واحدة. والنهارده كان عندي صدور فراخ قطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اشوحهم في حتة زبدة حلوة كده، وحطيت عليهم شوية توابل هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو مع التقليبتين الحلوين، وسبتهم لحد ما تشوحوا خالص ولحد ما الأكلة تستوي. ما تنسوش اللايك وتكتبوا لي في الكومنت ايه اكتر أكلة بتحبوا تاكلوها بالليل. نرجع للمهم، بعد ما الفراخ استوت تماما نزلت عليها بشوية بصل حلوين على شوية طماطم مع شوية بقدونس حلوين كده وشويه صغيرين قوي من النعناع. قلبت بقى كل ده مع بعضه كويس جدا، وعايزه اقول لكم ان الريحه كانت خطيره. وطبعا احنا ممكن ناكلها باشكال كتيره قوي، نعمل جنبها مكرونه وممكن كمان في عيش كايزر، بس انا كان عندي عيش تورتيه فابتديت احطها على الفراخ لحد ما تتسقسق زي ما انتم شايفين. معاهم بقى معلقه مايونيز حلوه كده، وبعدين حطيت عليها الفراخ. وكتروا يا جماعه فراخ، ما تستخسروش في نفسكم. وطبعا زي ما انتم متاكدين يعني ان انا هلفها رول، وممكن كمان نديها تشويحه كده عشان تتحمر، ولكن انا كنت جعانه جدا ومش قادره اصبر، والشكل اساسا ما يخليناش نصبر خالص. ويا سلام بقى من فوق الوش شويه من دبس الرمان، ودوقوا يا جماعه وهتدعوا لي.